متى بتتزوجين؟ كم صار عمرك هالحين؟ الوقت يمضي، شوفي البنات اللي حولك، ترى كبرتي، ما تخافين القطار يفوتك، كبرتي وما تبين عيال يسندونك في باقي حياتك. دكتورة أسمع هالكلمات شبه يومي من اللي أعرفهم واللي ما أعرفهم، الكل يريدني أتزوج وأنا أريد أتزوج، بس كيف؟ دكتورة ما يدرون أن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا، وتذكرت اللي تقولي أكيد أنت تتشرطين على الزوج وتبغين وتبغين وتبغين، هذا غلط يا بنتي، لا تتشرطين عشان ربي يرزقك بالذرية. لو واحد سند لك في الحياة قبل كنت أزعل ولا أرد عليهم، أسمع وبس، لكن الحين لا، أقول لهم على إيدكم زوجوني أو زوجيني ولدك أو زوجيني أخوك. ليش أخليهم هم يسمعوني هالكلمات وأسكت عنهم؟ ومرات أقول لهم أنتظر الشيخ، أو أقول لهم بعده ما نخلق الزوج اللي يناسبني. ناس يتدخلون في حياتك وهم ما لهم حق، وعلى فكرة هم ما نسوا أن كل شيء بيد رب العالمين، هم يتناسون هالشيء. وأنا صحيح كبرت في العمر، لكن شو أسوي؟ مرتاحة وعايشة حياتي من إنجاز لإنجاز أكبر. دكتورة نصحي أي بنت تسمع هالبودكاست إنها ما تتأثر بكلام الناس وتعيش حياتها عادي، واللي الله كاتبنا ترى بيصير. ونشرب الشاي ونقول عيشي حياتك بالطول والعرض.